النهاردة الأحد، أول يوم دراسة في آخر سنة دراسية في حياتي. صباح الخير. انتوا مش مستوعبين قد ايه متحمسة وقد ايه في نفس الوقت عايزة اقفل الموبايل واكمل نوم عشان ما نمتش غير تقريبا 3 ساعات بس اتس اوكي. مش هعمل كده وهنكمل اليوم مع بعض ونعمل مورنينج روتين ونعمل حاجات كتير قوي، فيلا بينا. انا غسلت وشي وغسلت اسناني وهقوم اصلي دلوقتي، يعني بس البس النضاره عشان اعرف اشوفكم كويس. اوكي، انا لسه مش شايفه ولسه مفوتش خالص، بس انا بجد متحمسه قوي قوي النهارده، ومتحمسه ان انا اخدكم معايا في كل اليوم. صحيت وعملت الجراتيتيود بتاعي ودلوقتي هصلي وهقرا الاذكار، وبعدين هنبتدي نجهز لليوم مع بعض ونعمل حاجات كتير اوي محتاجين نعملها. في حاجات كده ما عملتهاش امبارح. لو ما شفتوش الفيديو بتاع امبارح، انا عملت فيديو عشان نجهز لاخر سنة في حياتي الدراسية، الحاجات اللي انا بعملها عشان نجهز للسنة الجديدة والحاجات اللي انا بنظمها وكل الحاجات دي. فلو ما شفتوش يعني احط الفيديو هنا او هنا، اروح شوفه. في ناس كتير قوي بتبقى مش مبسوطة اول السنة وبتحس ان هي متقدرة والدراسة رجعت ومش عارفة ايه، بس انا بس عايزة افكركم ان دي نعمة كبيرة قوي قوي قوي، عشان هي حاجة عادية في حياتنا احنا مش حاسين بقيمتها ومش حاسين بان دي قد ايه حاجة مش كل الناس بتقدر توصل لها دلوقتي. وان دي فعلا نعمة احنا محتاجين نحمد ربنا عليها. في ناس مش عارفة بسبب الحروب، بسبب ان هي بيكون وراها التزامات تانية، بيبقى عندها ظروف مختلفة عن ظروفنا، مش بتقدر حتى ان هي تكمل تعليمها او تتعلم اصلا. فالحمد لله على النعمة دي. يلا نبدأ اليوم. طبعا انتوا مش متخيلين دلوقتي انا قد ايه هموت على ايس كوفي، لكن مش بنعمل كده الصبح بدري اول ما نصحى. نشرب ميه الاول او ناكل حاجه وبعدين بنشرب ايس كوفي. هشرب ميه الاول، احاول اخلص على الاقل نص الازازه دي حتى، يعني عشان انا حاسه ان صاحي مش قادره اخد نفسي لسبب ما انا مش عارفه. خلصنا الميه. انا مش قادره، الله اعلم. دلوقتي على البتاعه دي قبل ما اقوم اعيش حياتي، يعني عشان اريح ظهري شويه وتبقى دي الاسترتش اللي انا هعمله الصبح. عارفين ايه اهم حاجه في الدنيا؟ الكوستر اللي بتحطوها عشان تحطوا فوقيها الايس كوفي بتاعكم. يعني يا ريت ما نحطش الايس كوفي على الترابيزه على طول، اي حاجه على طول. خلينا بصوا يا جماعه الايس كوفي بتاعي شكله حلو ازاي بجد، تحفه. يا رب يكون طعمه حلو كمان، طعمه حلو قوي بجد، تحفه. وانا نايمه على البتاعة دي عشان اعمل الاسترتش بتاع ظهري، كنت بقلب في تيك توك عشان اشوف ايه الترندات اللي انا هعملها بمناسبة اول يوم مدرسة وبتاع. اول يوم مدرسة، اول يوم جامعة. شاهد انت في اخر اول يوم جامعة علينا. فحرفيا يا جماعة الدموع بدأت تنهمر كده وانا بجد بجد حاسه ان انا ايموشنال قوي، وحاسه ان انا ممكن اعيط النهارده في الكليه، بس مش عايزه اعيط عشان حاطه ميك اب مش عايزه ابوظه يعني. بس واو، انا في اخر سنه في الكليه، مبسوطه قوي عشان اخيرا هيحررونا بس في نفس الوقت حاسه ان انا ايموشنال قوي، حاسه ان انا بجد عايزه اعيط ومش عارفه اعمل ايه. يوم التخرج مثلا، حاسه ان أنا يوم التخرج ده هبقى منهاره. عايزه دلوقتي اصور بس الابلكيشنز التانية برضو اللي بحطه في الامرجنسي باك بتاعتي. في حاجات كده احنا كبنات بنحطها في كل شنطة بنلبسها ومش بنطلعها من الشنطة خالص عشان بنبقى دايما محتاجينها. فهوريكم بحط ايه في هذه الشنطة، وبعدين هنجهز الشنطة بقى الكبيرة مع بعض نشوف هنحط فيها ايه. انا كده صورت الفيديو بتاع واتس ان ماي emergency bag. يا جماعة انا مليت البتاعة بتاعت السبراي دي، وبجد
وانا بعملها رشيت على وشي والنص ده كله حرقني، بس يعني انا مش واخده بالي. انا بس اوريكم الحاجات اللي انا بحطها. بحط دواء مسكن، بادز، ليب جلوس، ومرايه، والسبراي اللي عمل الحادثه السيئه دي. استنوا اوريكم شكله اهو. الايلاش كيرلر بتاعتي، وليب لاينر بحبه برضو، والليب بالم كمان. كمان دبوس هنا في الحته دي عشان مقعدش بقى ادور عليه ولو احتجت دبوس عامه. اوكي، انا صورت كمان تاني فيديو الواتس ان ماي باج دي يا جماعه، الشنطه بتاعه الجامعه بتاعتي اللي انا هاخدها. بجد متحمسه قوي قوي، ومش هوريك كل حاجه يعني، بقوا شوفوا بقى في الفيديو اللي انا هنزله. ولكن اخدت معايا الستيكرز دي وكمان كذا بوستر هنا عشان اوزعهم عليكم لاي حد هيشوفني النهارده. بجد متحمسه قوي 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 ان انا اقابلكم اصلا في الكليه. اعتقد الفيديو ده هينزل ان شاء الله يا اما في نص الاسبوع يا اما اول الاسبوع الجاي، فاي حد يعني سلم عليا، انا بحبكم. واكتبوا لي في الكومنتس يعني لو انتوا شفتوني اول يوم جامعه. خليني بس اعمل اخر حاجه قبل ما اقوم اجهز للجامعه عشان محتاجه بجد انجز، وهي ان انا احط القطره بس عشان عيني فيها نسبه جفاف كده صغنونه. اوكي بس كده. مع قدرتي عامه على ان انا احط قطره عيون دي، يعني كنت فاكره ان هي حاجه افريج، بس يعني طلع ان انا اصحابي بينبهروا لما انا بحط قطره العيون قدامهم، فحبيت اوريكم يعني المهاره اللي عندي دي. لسه بس على الساعه 7، وانا تقريبا هنزل على الساعه 9. قدامي تقريبا ساعتين اجهز واحط ميك اب واصور تيك توكس كتير قوي، فهنجهز بعد 1 2 3. اوكي انا جهزت يا جماعه، بصوا عايزه اوريكم الميك اب بجد. يعني انا حاسه ان انا شكلي حلو قوي. استنوا هوريكم الاوتفيت. بجد بصوا الشنطه تحفه ازاي، والاوتفيت حاسه ان هي خطيره. بجد متحمسه قوي انزله. كبار الدفعه. ايوه كبار الدفعه من سنه رابعه. يا رب الفلوج دي تنزل. بصور وبعدين الطرحه. لا ورينا اللي انتي عملتيه ده تاني. ايوه بص. ايوه دي بتبقى كده. ماشي. ماشي بنعمل ايه بقى؟ نعمل كده. اوكي. نرجع تاني. هبقى كت تحفة. واو. ايه ده؟ واو واو. دي شارع. شوفي الفيل بيعبر عن ايه في الدنيا. ايوه يلا. ايوه بجد بجد حلو. انا لسه مروحه دلوقتي، عارفه اصلا هنزل الحته دي ولا لا، ولا عارفه هنزل فلوج ولا لا، عشان ما كنتش عايزه اليوم ده يبقى بالطريقه دي او يبقى مربوط بذكرى مش حلوه. بس انا فعلا مش عارفه اتحرك خالص. ما تصورتش، ما كملتش شغل عشان وانا بحاول اشتغل كنت برسم، وبعدين كنت وجعني قوي، ما كنتش قادره اعمل اي حاجه ولا اشتغل ولا احرك. وحتى شهادة صاحبتي نزلت معايا عشان تنزل الشنطه اللي أنا كنت شايلاها. بس كان نفسي اليوم يعدي عليا بشكل طبيعي شويه، يعني اللي هو اشتغل واعمل حاجات اللي ورايا النهارده في اليوم، وبعدين اتصور في الكليه بمناسبه ان ده اول يوم في اخر سنه ليا وكده. بس انا مشيت قبل ما اعمل اي حاجه عشان كنت فعلا تعبانه، مكنتش قادره اتحرك. وستيل
وكنت فاجأني قوي. وفكرة ان احنا ان انا ما اشتغلتش، يعني ما عملتش غير سكتشين مثلا وتعبت. فانا دلوقتي متوترة قوي عشان مش عارفة انا هعمل ايه، يعني مش عارفة هعمل ايه او هكمل السنة دي ازاي. ومش عايزة أأجل السنة ولا أعمل أي حاجة من الحاجات دي. أنا عايزة أخلص في سنتي عادي جدا، بس مش عارفة هعمل ده ازاي عشان أنا فعلا مش عارفة. عامة اليوم كده بالنسبة لي خلص. الساعة لسه 3:30 4، بس أنا هقعد أريح شوية وممكن أنام أو أشغل أي حاجة جنبي لحد بس ما الليل يجي وبعدين أنام. وبكرة نشوف هنعمل ايه. يا رب تكون انبسطتوا بالفلوج دي، وسوري على النهاية الغير متوقعة. بس ان شاء الله اشوفكم في فلوجز تانية، واكتبولي ايه الفيديوهات الجاية اللي انتوا عايزين تشوفوها مني. ولو وصلتوا لحد هنا في الفيديو ممكن تحطوا الايموجي ده. وبس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي. باي.